دلوقتي الفترة الجاية ده إبراهيم مرحبا. شيكا، لأن هو دلوقتي هيعمل مع شعاع. البحث والسيرش اللي دلوقتي الواحد الفترة الجاية بيعمله ودلوقتي في والتعب رعاية مركزة. والمجهود والإرهاق اللي نقول إن ربنا يقومه الواحد بالسلامة بيعمله ويعدي الفترة دي على بيكتشف خير إن شاء الله. غير. بإذن الله يخرج النهاردة أو بكرة بالنسبة على حسب لإبراهيم، هو هيبقى عامل إزاي. له وما بس إن أثير ربنا يقومه من تصريحات بالسلامة، يحقق الأيام السيد سيادة المفترجة ديت المستشار ويشفيه. ماجد صلاح عبد السلام في موضوع مستشفى الخنكة، وموضوع عملية بواسير من 2 سنين، وإن الولد كان كويس، والخلايا الجذعية اللي هي خاصة بالنخاع الشوكي، وتجدنا إن إحنا بنقرب للحقيقة. فكان البحث عندي الفترة اللي فاتت كان عن المستشفيات اللي إبراهيم شافها، أو اللي إبراهيم زارها، أو اللي إبراهيم راح لها. طبعا مهما نعمل من مجهود إحنا صفر جنب النيابة العامة والقيادة الخاصة بهذا الأمر. ولكن لفت نظري فيديو لسجان إبراهيم، الولد اللي ما مرش عليه التربية، اللي كل كلامه عبارة عن قذارة وسفالة وقلة الأدب، وهذا لا ينم إلا عن بيت أو بيئة طلعت ناس قذرة علينا. احنا شفنا مسبات بنت شفاعات، وشفنا الولد التاني ابن المزور، وشفنا التالت اللي كان قاعد جنب إبراهيم والقذورات اللي بتطلع منه، وشفنا أخوها الملون. فده يوصلنا لحاجة واحدة بس، إن إبراهيم كان في بيئة محيطة بيه من الإجرام والسفالة يعني مش لاقية وصف بصراحة، ولكن خلينا نوصفه بالإجرام والسفالة، واللي تخليه غير قادر على اكتشاف اللي حواليه، أو غير قادر على الصريخ انجدوني. سفالة وإجرام وقلة أدب. نشوف الفيديو ده كده ونسمعه مع بعض ونكمل كلامنا. الفيديو ده كارثي. انا نزلت امبارح اشعار وتعمدت ان انا اسيب اسم الولد تحت عشان اشوف رد فعلهم هيكون ايه. اول حاجة رد الفعل الفيديو اتمسح. تاني حاجة رد الفعل الولد طلع مبرر وقال كنت بودي التقارير بتاعتي في مستشفى 57. ايه علاقة مستشفى 57 بإبراهيم؟ وهل لها علاقة بالفيديو اللي هي كانت نشرته وكانت بتقول لإبراهيم احنا موجودين في معهد الأورام، وهو قال لها لا، معهد الأورام ايه؟ وهل ليها علاقة بإيه؟ وبعدين طلع يقولك أنا كنت بودي إشاعات أو تحاليل لإبراهيم. إيه علاقتها إذا كان هو في مستشفى الجوي اللي انتوا بتدعوا إن هو فيها أغلب الوقت؟ لكن إحنا برأنا المستشفى الجوي وقلنا انتوا واخدينها برافان عشان تضربوا في مؤسسات الدولة، وده بعيد عنكم تماما. الشرفاء مش هيسيبوكوا تعملوا كده، فانتوا واخدين مستشفى الجوي برافان. لما جيت دورت بعد كده، هنزل لكم دلوقتي روجيتا كان كاتبها له الطبيب المعالج بتاعه، كان كاتب المستشفيات اللي هو بيتردد عليها، منها مستشفى 57. هنجد ان التاريخ 1/3، هنجد ان التاريخ اخر 2. ابراهيم لف على كام مستشفى؟ ابراهيم عمل كام عملية؟ ابراهيم حصل له ايه؟ الناس دي عملت معاه ايه؟ الناس دي تعاملت معاه ازاي؟ هل إبراهيم كان بمثابة قطع غيار؟ كل ما الطبيب يحتاج قطعة غيار يروح يجيبها منه. مرة مستشفى الأمل، مرة مستشفى 57، مرة الخنكة، مرة كذا. ولكن ده يقودنا لشيء هام جدا، وهو إن مستشفى الجوي بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب. مستشفى الجو ما تعملش فيها أي عمليات، ولكن هذا يقودنا لضرب في الدولة ومؤسساتها الحكومية وقواتها المسلحة.
ان ده يقودنا ان عايزين يعملوا فتنة ما بين المصريين وما بين المستشفى الجوي اللي هي المفروض تخص الدولة وتخص القوات المسلحة، ولكن علما ان القسم اللي هو كان فيه مدني وليس قسم خاص بالجيش او خاص بغيره، قسم مدني اللي كان فيه ابراهيم. احنا هننزل لكم بعض الحاجات اللي انا شفتها وانتوا دوروا وفكروا. حاجة تانية مهمة جدا، المسح الذري اللي كان نزله نفس الولد سجان ابراهيم، المافيا اللي اشتركت في قتل ابراهيم، بل اشتركت في نهبه، بل اشتركت في سرقة احشائه وامواله، والى الان طالعين كل من يتحدث على ابراهيم يسبوه، وكل من اهله يتكلموا يسبوهم، لانهم اهل مسبات، تربية زرايب، تربية مواشي. التقرير اللي كان طلعه، التقارير اللي كان طلعها المسح الذري، وانا طلعت وقلت ان التاريخ مختلف والناس كلها شافت فعلا ان التاريخ مختلف، هنجد النهاردة ان نفس التقرير ده بس غير اللي كانوا ناشرينه مع الولد برضو على فيديو على حسابه لو ما مسحوش. خدت التقرير وترجمته وجدت بيقال ان الورم موجود في عنق الرحم. هو حضراتكم ده كان تقرير لمرأة ولا الرجل؟ بس عشان نفهم رايحين بينا فين ومودينا على فين مش عارفين، ولكن يقودنا لشيء واحد، نفس الكلام اللي انا بقوله، التقارير مزورة. وهتجدوا تقرير تاني انا منزله حاطين شريط على الاسم من فوق، مش واضح ان ده خاص بابراهيم الا الجلدة اللي من بره، والجلدة اللي من بره ما بيعترفش بيها الطبيب. ما كانش اسم المريض مطبوع على الاشاعات والمسح الذري اللي هم ماسكين فيه بايديهم واسنانهم، ان المسح الذري ده هو طوق النجاة بالنسبة لهم، ولكن اظن ان ده الطوق اللي هيتلف حوالين رقبتهم. ان المسح الذري المزور الكبير ابن المزور غيروا بدل المرة 3 و4، وده مش لصالحهم، لان احنا بناخده ونترجمه ونشوفه، احنا ما بنبصش على الحاجة ونسكت، احنا ما بنبصش على الحاجة ونسكت. دي المعلومات اللي انا توصلت لها بعد سيرش كبير على حساب السجان، عضو من اعضاء المجرمين اللي قتلوا ابراهيم بدم بارد، ونتمنى ان احنا نشوف عقابهم قريب. مجرمين بكل معاني الكلمة، اللي انا واثقة منه ومتأكدة ان الولد ده عاش ما لا يعاش، ان الولد ده شاف ما لا يرى. سؤال اخير لفت نظري، فيديو امبارح شفته لاحد الاصدقاء بان احد الشخصيات كانت موجودة اخر واحدة في مقبرة ابراهيم يوم الدفن بعد اهله. طب هل تتوقعوا ان فعلا المقبرة فيها جثة، ولا الجثة كمان التاجر بيها زي ما التاجر بيها وهي عايشة؟ بنفكر بصوت عالي، بنوصل صوتنا للقيادات المصرية عشان تجيب لمظلوم حقه، واحنا عارفين ان شاء الله بإذن الله حقه جاي، مهما كانت قدرة المافيا وقوتها، إذا كانت من نظام مخلوع، أو إذا كانت من ممثلين، أو إذا كانت من أقرب الأقربين المتواطئة المجرمة اللي قبضت الثمن، أو صديق خاين، بل أصدقاء خونة، إن منهم واحد كان خاينه أصلا وبعدين رجع ظهر للصورة، ما شفناهوش ولا مرة متصور معاه أثناء مرضه، ولا مرة عمل معاه جولة ويدعي إنه صديقه، والتاني اللي بيدعي صديقه وطلع يتطاول على أهله. نقدر نقول إن إبراهيم عاش ما لا يعاش. والله مرضى نفسيين انتوا كلكم مرضى نفسيين. البطل فياريت بس كل الناس تتجمع تعمل لك المفروض
ما يعني ما سجلش، بس انا تعبانه. بس هي دي رساله من الاستاذه وفاء عامر للناس كلها، واللي قال بيمثل او ما بيمثلش هو راح فين؟ ما بقاش يمثل يا جماعه خلاص. ابراهيم شيكا ما بقاش يمثل. كان تعبان قوي الفتره الاخيره ابراهيم شيكا، ومراته تعبت معاه قوي قوي، جزاه الله كل خير بجد. هي الميديا اللي بتحبوا ايه؟ لازم كلكم كده تدعوا له احسن يعني. اي حد لازم اي حد عاوز يتواصل مع عياله يتواصل معايا عادي، حاجه لعياله يتواصل معايا انا هحط اللي عاوز يتواصل معايا يتواصل معايا. والله مرضى نفسيين انتوا، كلكم مرضى نفسيين. البطل